بسم الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. احبابي في الله، في مسلسل اسمه سفاح الجيزه. ايوه صح، هو كده سفاح الجيزه. انا ولادي وروني مشهد من المسلسل ده. صراحه انا مشفتوش خالص ولا حلقه، بس ولادي وروني مشهد. هو مسلسل كله ذبح وقتل وعنف. ليه نصدر العنف ده لاولادنا؟ ده احنا بنقول الممثل الفلاني بيعمل افلام فيها بلطجه وقتل وضرب، والممثل الفلاني مش عارفه بيعمل ايه، بيدمر الجيل وبيدمر الشباب ويدمر. طب إيه احنا ليه يعني نعمل مسلسلات فيها قتل وعنف وذبح؟ خلي بالكم من ولادكم، ما تخليش ولادكم يشوفوا مناظر زي دي. ممكن طفل او طفله يقلدوا الحاجات دي مع اخواتهم، يعني بيشوف المنظر ده يجيب سكينه ويقلد كده مع اخوه او اخته، يتجرأ. الشباب اللي في سن المراهقه يتجرأوا على الحاجات دي. المفروض ولادنا في مرحله المراهقه، في مرحله الطفوله، ما يتفرجوش على الحاجات دي. بالله عليكم مش اي حاجه نسمح ان هي تخش بيوتنا واولادنا يشوفوها، مش اي مناظر ولادنا يشوفوها. حافظوا على ولادكم، حافظوا على عقليه ولادكم، حافظوا على تربيه ولادكم. بلاش العنف، بلاش مشاهد العنف. وبعد كده نقول الاكتئاب والامراض النفسيه. طب ما احنا اللي بنجيبه لنفسنا يا جماعه. خلاص هي الحاجات دي دخلت بيوتنا غصب عننا، احنا نحافظ على اولادنا، ما نوريهاش الحاجات دي. حافظوا على اولادكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اولادنا دول امانه ولازم نحافظ عليهم، عشان ربنا سبحانه وتعالى هيسالنا عليهم يوم القيامه. وربنا ينبتهم نباتا حسنا يا رب، يحفظهم ويبارك فيهم ان شاء الله، ويرزقنا برهم جميعا، ويعيننا على تربيتهم تربيه صالحه، ويحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لو سمحتوا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه.